حياك الله أخي محمد المصري، وحيا الله بالجميع. الله يعطيك الصحة والعافية، وجهودك مشكورة أخي محمد. أشرت هنا أخي محمد بناء على الملف السابق الذي أشرت به للأخ على موضوع عمل تيست لمعرفة مستوى إصابة الفروة في المنحل. قلت أنت: أنا لماذا أقوم بعمل تيست وأزعج نفسي وكذا وكذا، فلماذا لا أعمل على برنامج سنوي أكافح به الفروة في الأوقات المناسبة، يعني والأوقات المسموح بها. لا بأس، ما في مشكلة لو كان الأخ النحال مهتم ولديه برنامج لمكافحة الفروة، ما في مشكلة. الأمر الثاني، أنا بإمكاني أستغنى عن التيست، يعني ما في مشكلة أن أنا يعني نفترض أن النحال ما عنده أي طريقة لعمل التيست، ولا يعرف طريقة عمل التيست، ولا عنده أي شيء. هل هذا يعني ما يعمل تيست؟ لا، بعمل تيست علاج، عفوا تيست مكافحة. باجي مثلا على 5 خلايا من المنحل أو 10 خلايا، وبكافح فيهم، وبضع ورق أبيض أسفل الأقراص، وأشوف هل هذه المكافحة هناك نسبة تساقط عالية بالنسبة للفروة. إذا وجدت أن هناك تساقط بكثرة، ما في مشكلة، أبدأ أكافح باقي خلايا المنحل. يعني بين الحين والآخر النحال لابد أن يعمل فحص، سواء كان الفحص عملي بالقيام بالمكافحة أو باستخدام أي من طرق تحديد مستوى الإصابة، سواء بالعلبة بها سكر مطحون أو علبة بها كحول أو ما شابه ذلك، ما في أي مشكلة. فبالتالي طالما هو متابع لمنحله بين الحين والآخر، فترات مثلا اللي ما فيها موسم، فواصل بين المواسم، فترة نهاية الصيف، في الخريف، بداية الانطلاقة الربيعية، باجي بكافح لي 5 خلايا في 5 خلايا، بطبق المكافحة في 5 خلايا، وراقب النتيجة بعد 24 ساعة وشوف كيف المستوى. مستوى عادي، ضعيف، خلص أؤجل المكافحة. لقيت المستوى كثير، يعني بغزارة نزلت الفروة كالعادة، كل ما نكافح نجد نفس المستوى، خلاص أكافح، ما في أي مشكلة أبدا يعني. حياك الله وبارك الله فيك وفي الجميع. يكون الأمور طيب. عرفنا موضوع الفحص، واتضح أنه لدينا إصابة بالفروة. ما هي طرق المكافحة؟ طرق المكافحة الفروة بداية تكمن في عملية الانتقاء والانتخاب. أن يكون لدي عملية استكثار من خلايا لديها سلوك المقاومة وسلوك الصحي في التنظيف، وهذا ما ثبت علميا، أن الخلايا التي لديها سلوك عالي بالتنظيف هي تساهم في تنظيف نفسها من الفروة، وتسقط الفروة تلقائيا من على النحل. يعني يقوم النحل بتنظيف بعضه، فبالتالي يساهم في عملية تساقط الفروة أو إسقاطها من على النحل. ويا حبذا لو كان هناك الخلايا بها شبك حتى لا تعود الفروة مرة ثانية. فبالتالي إخواني الأفاضل، التدوين ضمن إدارة المنحل هذا شيء مهم. معرفة الخلايا ذات السلوك الصحي والتنظيف هذا شيء مهم. معرفة الخلايا ذات المقاومة للأمراض وذات المناعة الجيدة هذا شيء مهم، لأنه هذه الأمور كلها نحتاجها في أمراض النحل، في أمراض النحل البالغ، في أمراض الحضانة، في كل هذه الأمور نحتاجها. يعني يفترض أن يكون المنحل لدينا يمر بمراحل انتقاء طيل حياتنا وطيل عملنا في النحل، هي في انتقاء وانتخاب. دوما تكون تربية الملكات والذكور من أفضل الخلايا. يعني خلايا الأصول التي نربي منها الملكات والذكور الخاصة بتلقيح هذه الملكات تكون من خلايا منتقاة، لأن هذا الانتقاء يجنبنا مشاكل كثيرة. كلما كانت هذه الطوائف جيدة من حيث السلوك والأداء، تكون في مأمن من الإصابة بالأمراض أو حتى إصابة الفروة أو مقاومتها لأعداء النحل. فهذه يعني نريد أن نركز على هذا الجانب حتى يكون لدينا النحل القوي والإنتاج الوفير. نأتي إلى طرق مقاومة ميكانيكية. احنا طبعا قلنا المقاومة أيضا باستنباط أو بتربية ملكات من خلال لديها المقاومة لهذا الأمر. بالنسبة لطرق المقاومة الميكانيكية، هي باستخدام السكر المطحون. يعني يكون معي علبة عسل فاضية وأضع فيها سكر مطحون، الغطاء مثقب. إذا حدث، يعني إذا شكيت أن في حبة فروة بهذه الخلية عند الكشف، أقوم بتغبير النحل بالسكر المطحون.
يا حبذا لو أضفنا أيضا مع السكر المطحون أوراق بعض النباتات التي تستخدم في مكافحة الفروة مثل النعنع والزعتر، أوراق الكينة، يعني أوراق القراصيات، ينسون مطحون أيضا، كمون مطحون، كزبرة مطحونة تضاف على السكر المطحون ويرش بها النحل. هذه في بدايات الإصابة، هذه تساهم بقدر كبير جدا في إسقاط أكبر عدد من الفروة. الأمر الثاني يكمن في أيضا ضمن الطريقة الميكانيكية باستجرار الفروة إلى حضنة الذكور. كما تعرفون حضراتكم أنه بفترة النشاط الربيعي يكون الطوائف لديها حضنة ذكور كثيرة خاصة على الأطراف. هنا الفروة تستجر لهذه الحضنة، فبالتالي نقوم باستئصال هذه الأقراص ورفعها من الخلايا. يعني أنا أعمل زريعة للنحل وأضع أقراص مثلا بسعة حضنة الذكور، أقراص أساس شمعية أو أقراص يعني مبنية لكن تكون بسعة حضنة الذكور، فبالتالي تتوجه الملكة فيه وتضع بها بيض غير مخصب ينتج عنه ذكور. هنا تكون هذه المجلب الأكبر للفروة، وترغب الفروة التكاثر في حضنة الذكور أكثر من حضنة العاملات. في نفس الوقت رفع حضنة الذكور عن الخلايا لا يؤثر على الكثافة النحلية كما قيل من بعض يقولون أن احنا نقوم برفع أقراص الحضنة حتى نقطع دورة حياة الكائن. هو قطع دورة حياة الكائن صحيح وتعتبر طريقة من طرق المكافحة أيضا، لكن أنا أمام نحل العسل يختلف عن بقية الكائنات. إذا قطعت دورة حياة الكائن أنا قطعت دورة حياة النحل، وبالتالي أصبح عندي فوارق في الخلية في الأعمار، يعني أصبح عندي فراغ نحلي. فهذه الطريقة لا يحبذها الكثير، بل غالبية أهل العلم لا يحبذ هذه الطريقة اللي هي قطع دورة حياة الكائن أو الطفيل. ليش؟ لأنها تؤثر على مستوى يعني الحضنة واستمرارية الحضنة في الخلية. وكما تعرفون أنه يزيد تكاثر الفاروة مع تكاثر النحل، لأنها لا تتكاثر الفاروة في عيون فارغة، لا تتكاثر بدون حضنة، سواء حضنة العاملات أو حضنة الذكور. فبالتالي وقت تكاثر النحل يكون أيضا وقت تكاثر الحضنة، ونحن لا نريد أن نفرط في أي قرص حضنة، فلذلك نرى أن هذه الطريقة ليست مجدية اللي هي قطع دورة حياة الكائن، بل يمكن تطبيقها على حضنة الذكور. وأيضا حضنة الذكور هي تؤخذ ويستفاد منها، لا نرميها في الشارع. هذه الأقراص اللي فيها حضنة الذكور تؤخذ وتهرس على الخلاط ويضاف لها قليل من العسل وتستخدم للإخوة اللي بيعانوا من ضعف الخصوبة، وهذا موضوع آخر لا نريد أن نتدخل به الآن، لكن أردت أن أشير له حتى لا يقول أحد من الإخوة طيب أخي أبو أنس أنت بدك تأخذ أقراص حضنة الذكور وترمي برا، وين نرميها برا؟ لا، ما بترميها برا أخي، إحنا شغلنا في النحل وفي القطاع الزراعي أو في الزراعة ما عندنا نفايات أبدا أبدا. هذا المجال الوحيد الذي لا يوجد فيه نفايات، كل المجالات الأخرى الصناعية والتجارية وكذا يوجد فيه نفايات، لكن مجالنا نحن في الزراعة أو في النشاطات الزراعية لا يوجد عندنا نفايات أبدا، ولدينا الطرق العلمية للاستفادة من هذه النفايات بطرق اقتصادية وطرق مفيدة جدا جدا يعني. طبعا لدينا أيضا طرق لمكافحة الفروة باستخدام المواد الطبيعية مثل الثوم، البصل، زيت الثوم، زيت البصل، زيت الكافور أو زيت اليوكاليبتس، بعض الزيوت العطرية أو الزيوت الطيارة أيضا، واستخدام بعض النباتات من القراصيات أيضا هي تساهم بقدر كبير جدا في مكافحة الفروة، لكن تحتاج متابعة حثيثة ومتابعة متقاربة للقيام بعملية المكافحة، وتحتاج أيضا أن نحصل على هذه الزيوت من مصادر ثقة، لأنه يعني نادرا ما نجد مصادر ثقة تقول أن هذا زيت الكافور 100%، هذا زيت النعنع، زيت الزعتر مثلا، يكاد يعني يكون مشكوك في أمرها. فلذلك نأخذ بالأحوط ونستخدم المواد المشار لها علميا مثل الفورميك أسيد، الأكزوليك أسيد، الثيمول، المنتول، وضمن خطة ممنهجة في عملية المكافحة. ننتقل إلى الطريقة الثانية باستخدام الفورميك أسيد في مكافحة الفروة، باستخدام الفورميك أسيد رشا على الأقراص مباشرة. هذا أيضا من ضمن تسهيل القيام بطرق مكافحة الفروة وباستخدام الفورميك أسيد دون عناء ودون أي مشاكل.
حسب الفورميك أسيد الموجود لدينا، إذا كان 85 أو 60 أو 65 أو 100. إذا كان مثلا 85 خلينا ناخذ على 85 لأنه هو الأكثر تواجدا في أغلب البلدان، مع ال 65 أيضا. فرضا عندي فورميك أسيد 85%. أحضر لتر محلول سكري، أجهز الأول محلول سكري نسبة 1:1، وأحضر مثلا عبوات فيها لتر. ليس شرط أنه يكون فيها لتر، ممكن يكون 5 لتر، وممكن عبوة فيها 10 لتر، حسب عدد الخلايا عندك. واحد عنده آلاف مؤلفة من الخلايا، يحسب الكمية اللي يحتاجها. اللتر يكفي 20 خلية. كل لتر من المحلول السكري يتم رشه على 20 خلية. طيب أبو أنس أنت حكيت خلايا لانجستروس، طب أنا قاعد في اليمن عندي خلايا جبوح، إيش حساباتها؟ حسابات الخلايا اللانجستروس مقارنة مع الجبوح تعتبر 1:3. كل خلية لانجستروس يقابلها 3 جبوح، تقسم عليها الكمية. طيب يعني إيش؟ نرجو توضيح. يعني قلنا لتر محلول سكري بنضيف عليه فورميك أسيد. طيب قديش نضيف عليه؟ نضيف عليه حوالي 75 مل من الفورميك أسيد على هذا اللتر، ولو وصلت إلى 80 مل فلا بأس، خاصة إذا كان تركيزه 85. فبالتالي هذا اللتر يكفي إلى 20 خلية 10 أقراص. طيب وأخونا صاحب الجبوح يقف يتفرج؟ لا طبعا، هذا اللتر يكفي عنده من 50 إلى 60 خلية جبح. يعني إذا عنده 60 خلية جبح بس يعمل لتر واحد، لأنه اللتر هذا يكفي خلية لانجستروس 10 أقراص. فأنت قس على ذلك، كل لتر هو يكفي ل10 أقراص. قس على مستوى الكثافة النحلية الموجودة عندك، سواء كانت في جبوح أو كانت في خلايا حديثة. هكذا نقوم. ثم بعد ما نضع الفورميك أسيد على الماء، يكون لدينا نهضر رشاشة زي بخاخة الحلاق مثلا، أو حسب عدد الخلايا عندك. يعني واحد عنده 1000 خلية جبح، هيستخدم بخاخة الحلاق؟ لا، هاي بخاخة الحلاق صغيرة، هاي على نطاق بسيط، يعني 20 خلية 30 خلية ماشي الحال. بيجيب بخاخة زراعية تستخدم للمبيدات الزراعية، ما لم يستخدم بها مبيدات زراعية قط نهائي. ما يقول أنا غسلتها استخدمت بها مبيدات حشرية وغسلتها، لا 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 تفيد. هذه اركنها على جنب، وهذه خليها لمين؟ هذه خليها للمبيدات الحشرية. بجيب بخاخة تانية، وتقديرا أنا بقدر في أجهزة موجودة، يعني في أجهزة موجودة، بس أنا لا أريد أشق على الإخوة. يعني أقول له جيب جهاز بيتحكم ب2 ملي و3 ملي لكل خلية، لكن يكاد البعض لا يمكن أن يشتري هذا الجهاز. أنت مجرد ما تطبق أول لتر راح تعرف كيف ترش. يعني إيدك راح تأخذ على هذا الأمر. أول لتر تعمله على 20 خلية، بناء عليه تبدأ في التطبيق على الخلايا الثانية. يتم الرش على قمم الأقراص وفي الممرات النحلية. وأيضا هذه الطريقة تكرر بفارق 4 أيام أو 6 أيام حسب وضع وصول الأخ إلى منحله. البعض مثلا ما بيقدر يوصل كل 4 أيام، ممكن يوصل كل أسبوع، كل 6 أيام، لا بأس، يقوم بعملية المكافحة، ما في مشكلة. هذا بالنسبة لاستخدام الفورميك أسيد بالطريقتين، سواء وضعه مباشرة على الأقراص أو رشه على قمم الأقراص وفي الممرات النحلية. طبعا إخواني الأفاضل، وضع الفورميك أسيد سواء على الأقراص أو على الرش يفضل أن يكون في المساء، حتى يكون النحل السارح أغلبه متجمع في الخلية. طبعا عملية مكافحة الفروة يفضل أن تكون في وقت يكون فيه قلة كثافة النحل وقلة مستوى عش الحضنة، أن يكون مستوى عش الحضنة في أدنى مستوى له، حتى نتمكن من السيطرة على الفروة. وأن تتم هذه العملية في المساء، ليس المغرب، يعني قبل المغرب بساعة بساعتين ممكن تقوم بإجراء عملية مكافحة الفروة، حتى نضمن أن أكبر كمية من النحل السارح هي موجودة داخل الخلايا. ننتقل إلى طرق مكافحة أخرى أخواني الأفاضل، بالأحماض العضوية والمواد الطبيعية. طبعا نركز هنا بهذا الأمر أنه عدم استخدام مواد كيماوية مطلقا ولا مضادات حيوية داخل طائفة النحل، لأنه كما تعرفون جميعا وما ورد في القرآن من خراج النحلة اللي هو يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فنحن نتعامل مع منتجات النحل كمواد دوائية أو كمواد علاجية في الدرجة الأولى. فلذلك لا نريد أن نلوثها أبدا بأي متبقيات مواد كيماوية أو ترسبات مواد تؤثر على منتجات خلية نحل العسل أو على النحل نفسه. فلذلك نبتعد تماما عن استخدام أي مادة كيماوية داخل طائفة النحل. وارتأى أهل العلم هنا أن تكون المكافحة باستخدام الأحماض العضوية
والزيوت العطرية أو المواد الطيارة، مثلا حمض فورميك أسيد، أكزوليك أسيد، ثيمول، منتول. نتطرق أولا إلى استخدام الفورميك أسيد. الفورميك أسيد هو عبارة عن حمض النمل، هي المادة التي يفرزها النمل للاستدلال على مسيرته أثناء ذهابه وإيابه في السروح، ويستخدمها أيضا في الدفاع عن نفسه، ويستخدمها في المحافظة على أجيال الحضنة لديه، وتنظيف مسكنه أيضا أو تعقيمه أو تطهيره. فبالتالي ارتاء أهل العلم أن تكون هذه المادة هي مناسبة جدا لمكافحة الفاروة وإسقاط الفاروة، لأنه هذه المادة يصدر منها أبخرة، يعني الجانب الفعال منها هو جانب التبخير والتسامي، فبالتالي الفاروة لا تصمد ولا تقاوم أبخرة الفورميك أسيد فتتساقط. فلدينا العديد من الطرق تم شرحها باستخدام الفورميك أسيد، ومنها نقول الطريقتين التي أشرت عليهم قريبا هذه السنة اللي كانت 21 الماضية. فكانت هناك طريقتين. الطريقة الأولى باستخدام الفورميك أسيد إذا كان تركيزه 100% أو 85% أو 60%، نستخدمها مباشرة على الأقراص. يعني غالبا نجد الفورميك أسيد الذي يباع في محلات اللوازم النحلية بتركيز 85% أو 65%، لا بأس، أيهما موجود نستخدمه. فرضا مثلا على سبيل المثال عندي فورميك أسيد تركيزه 85%. كل ما هنالك طبعا الطرق القديمة التي كان يستخدم بها الفورميك أسيد كانت طرق مزعجة، اللي هي طرق التبخير البطيء، كانت طرق مزعجة ومملة. وضع تجهيز أكياس وتجهيز قطع من القطن أو الإسفنج ووضع فيها فورميك أسيد مخفف بتركيز 65% بجرعة 2.5 أو 3 ملي لكل إطار أو كل قرص، يعني خليها 10 أقراص نعطيها 25-30 مل من هذا الفورميك أسيد المخفف بتركيز 65%. كما تعرفون حضراتكم أن الفورميك أسيد له خطورة عند استخدامه أو الاقتراب منه من خلال الروائح المنبعثة أو من خلال التلامس، يؤثر على الجلد ويؤثر على الجهاز التنفسي أيضا للإنسان. فبالتالي ارتأينا أن تكون هاتين الطريقتين هي سهلة وآمنة على النحل وآمنة على النحال دون أن تلامس أو تشم الفورميك أسيد. فهنا أخذ من هذا الفورميك أسيد اللي هو تركيز 85%، أحضر العبوة يكون لها غطاء مطاط أو جلد أو كاوتشوك أو حتى بالونة أحطها كغطاء، وأحضر سرنجة بيطرية. سرنجة بيطرية مثلا عبوتها 20 مللتر أو 20 سنتي، بعض الشركات تكتب التدريج بالسنتي وبعض الشركات تكتب التدريج بالملي. المللتر هو السنتي لتر، نفس الشيء لا فرق بينهم. أخذ هذه السرنجة مثلا فيها 20 مللتر، هذه 20 مللتر من فورميك أسيد تركيزه 85% تكفي عندي ل10 خلايا تقريبا. أضع لكل خلية 2 سنتي أو سنتي ونص على ظهر الإطار من الأعلى، على ظهر إطار واحد، إطارين كما تحب. تريد أن تضعها على إطار واحد لا بأس، تضعها على إطارين لا بأس، وضعها في الوسط. عموما هو الفورميك أسيد يتبخر، سواء وضعتها بالوسط أو وضعها على أقراص الأطراف لا يوجد أي إشكالية، هو يتبخر. هذه طريقة تبخير سريعة وبجرعة بسيطة واقتصادية، ولا تؤثر لا على النحل ولا على النحال. يعني بإمكان ابنك الصغير إذا شافك اللي هو مثلا عمره 10-15 سنة أو زوجتك أو أختك شافك مرة وأنت تقوم بهذه الطريقة، سهل جدا أن يقوم بالتطبيق، لا يوجد أي إشكالية. النحال يقوم بتطبيق هذه الطريقة دون أن يحتاج لبس نحال ودون أن يحتاج أي شيء. خلايا لانجستروس كما تعرفون مزودة بالغطاء الداخلي، والغطاء الداخلي مزود بفتحتين من الأعلى. ممكن بدون ما أفتح على النحل أضع الإبرة السرنجة من أي فتحة من فتحات التهوية اللي الموجودة في الأعلى وأضخ 2 سنتي داخل الخلية، لا يؤثر على النحل ولا يحرق على النحل. وهذه التجربة عملت عليها لمدة 3 سنوات منذ عام 2019، هي والتجارب الثانية بالنسبة لمكافحة الفاروة، وجيدة جدا وتؤدي تساقط كبير في عدد الفاروة الموجود في الطائفة. طيب هذه الطريقة تكرر ما بين 4 إلى 6 مرات حسب مستوى الإصابة. ممكن أكررها 6 مرات بفاصل 4 أيام، كل 4 أيام مرة،
ممكن أكررها 4 مرات بفاصل 6 أيام حتى نصل إلى مدة فقس حضانة الذكور. صحيح الفورميك أسيد يؤثر على الفروة الموجودة داخل الحضنة،